السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. باقي على الانتخابات أقل من 48 ساعة، وهالانتخابات خطيرة لأن حاتم وصبيه المرياع شغالين على قدم وساق لإيصال أذنابهم. ومثل ما شفتوا مرشحين هم الأيام الماضية، واحد يقول الربعة أنا في شواربكم، والثاني يقول ماركة، وغيرهم سيكي الثالثة، ولفتة مدمن الحشيش. كل هذا الاستذباح للوصول لمجلس الأمة لاستكمال مسلسل التخريب. وقسم بالله إذا لم ننتفض وننهض للمشاركة في الانتخابات لنعود لأسوأ سيناريو مر على تاريخ الكويت، وهو سيناريو 2011: سحب جناسي، قمع المصلحين، تصادم، عدم استقرار، خصوصا وأن حكومة محمد صباح السالم موريها لا تبشر بخير. تأجيل زيادات الشعب، تبرعات ومنح وقروض خارجية، فتح الفيز والالتحاق بعائل للوافدين، منع وقفة تضامنية مع غزة في ساحة الإرادة، وضع خط للبلاسة، وظهر في عهده العنصرية والفتنة والطعن في القبائل والعوائل. طبعا ناهيك عن الإنجاز اللي حققه في الماراثون. لذلك لا تيأس ولا تكل ولا تمل، وشارك في الانتخابات لإخراج كوكبة إصلاحية تحمي الوطن والمواطن. إذا الفاسدين والفداوية والقبيضة ما ملوا، الشرفاء والإصلاحيين يملون. شارك وصوت لمرشح يخاف الله في الشعب والبلد. والموضوع مو صعب، أعيدوا نواب مجلس 23 مع شوية تغيير. يعني اللي صوت له في الانتخابات السابقة ارجعوا صوت له في انتخابات 24. وإن كنت مصوت لمرشح وضيعت صوتك وحركته من أجل قبيلة أو طائفة، وأن تعلم أن حظوظه ضعيفة جدا في النجاح، تقدر تعدل وتصحح اختيارك بمرشحين إصلاحيين حظوظهم قوية. وبآخر المقطع بحط لكم أسماء مرشحين في جميع الدوائر. من وجهة نظري إن شاء الله أنهم خيار، نحسبهم ذلك ولا نزكي على الله أحدا. اتفقت معي أو اختلفت معي بالأسماء، تبقى هذه وجهات نظر يجب احترامها. ولا ننسى أن المجلس القادم مجلس مصيري، هو من سيختار ولي العهد. وأيضا هناك قوانين شعبوية جاهزة، يعني أغلب نواب مجلس 23 هم من صاغوها، لذلك وصلوهم ليكملوا ما بدأوا فيه. وختاما أوصيكم بالنواب اللي اعتصموا في مجلس الأمة، وبالأخص النواب ال9. لما احتدم الموقف الوطني وتزحزح وتراجع بعض النواب، ثبتوا على مبادئهم، حطوا البلاد والعباد أمام عيونهم. نبي تاريخ 5/4 نبارك لهم بالعضوية، لأنهم أهلا لهذه المرحلة. السلام عليكم.